حصل وكنت راجع البيت بسيارتك ومسرح وبالك مشغول وتفكر وتفاجأت لو انت وصلت. طب كيف وصلت وكيف خرجت نفسك وكيف تفاديت الزحمة والحوادث ما تدري، ولكنك وصلت والحمد لله. السبب في وصولك البيت بالسلامة بعد الله سبحانه وتعالى هو عقلك الباطن. عقلك الباطن تولى المهمة وقادك إلى البيت، بينما عقلك الواعي كان مسرح ومشغول بالتفكير. طيب إيش هو العقل الباطن وكيف يعمل؟ العقل الباطن بكل بساطة هو مستودع المشاعر والأفكار والرغبات والغرائز والذكريات والتي تخرج عن مستوى الوعي. أيضا هو الجزء الذي يخزن المعلومات التي لا تخزن في العقل الواعي. طيب كيف يعمل؟ وظيفته تقتصر على جمع المعلومات وتخزينها ليعيدها إلى العقل الواعي عند الحاجة إليها. أذكر أني مرة من المرات قررت أني أرجع لجهاز تابلت عندي قديم، طلعته من الدرج وحطيته في الشاحن وشحن الين ما فلل، ولما جيت ابغى افتحه رجعت الملاحظات اللي في جوالي هذا، لاني طبعا مسجل كل الباسوردات لكل الاجهزه هنا، ولكن للاسف اني ما حصلت باسورد التابلت هذا من ضمن الباسوردات، وانا طبعا اكيد اني ناسيه لانه تابلت تقريبا له 7 سنوات. المهم طلعت برا البيت، كان عندي كم مشوار كذا خلصتهم، لما رجعت انسدحت على السرير وحصلت التابلت على الطاوله اللي جنبي، اخذت التابلت طبعا وفكيت الباسورد واستخدمته طبيعي. بعدها ب10 دقائق استوعبت اني كنت ناسي الباسورد. كيف قدرت الحين افتحه؟ ما اخفيكم قديش انرعبت، كيف قدرت افك الباسورد وانا ماني حافظ؟ واكتشفت طبعا لاحقا انه عقلي الباطن هو اللي تصرف من تلقاء نفسه وخلاني ادخل الباسورد بكل سهوله وبدون ادنى جهد مني. يقول جيمس كي في كتابه القوة الخفية للعقل الباطن ان جميع القرارات والاختيارات التي يقوم بها العقل الواعي جاءت متأثرة بالتوجيهات والمعلومات المخزنة في عقلك الباطن.